بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم كلمتين كده يا جماعة على فكرة تعاقد الأهلي مع حارس مرمى. دلوقتي انت لما احنا عرفنا ان الشناوي كده الموسم بتاعه باي باي خلاص، طيب حلو قوي. اتبقى عندنا مصطفى شوبير وعندنا حمزة علاء، ادي اتنين حلو قوي. عندنا بطولات، عندنا دوري وافريقيا، وطبعا الموسم لسه قدامنا طويل. الموسم بتاعنا في مصر انت عارف بيخلص بقى في شهر 10 او حاجة كده. المهم طيب احنا دلوقتي في ترشيحات لاتنين هم الاكتر اسمين اتكرروا: محمد بسام وابو جبل. نيجي لابو جبل الاول. ابو جبل طبعا الموضوع معاه صعب لانك هتشتريه، وهم بيقولوا ان هم عايزين جون يجي اعاره لحد الشناوي ما يخف باذن الله. فطبعا اصلا يا جماعه خلينا نكون واقعيين كده مع بعض، مين جون في مصر مستواه جبار قوي؟ مين الجون اللي في مصر اللي مستواه اعلى من اجوان الاهلي؟ تمام، سواء شوبير او حمزه علاء اللي تألق مع المنتخب الاولمبي ده في بطوله افريقيا وبتاع ومش عارف ايه. مين يعني؟ هل في جون في مصر فارق وجبار ومالوش حل مثلا؟ طيب هيجي واحد يقول لي يعني انت عايزنا نكمل بالجونين بتوعنا لحد اخر البطوله؟ اقول لك لا برضه. هتجيب جون بس السؤال انت لازم تبقى فاهم، انت هتجيبه بديل للشناوي ولا هتجيبه بديل لشوبير؟ عشان نبقى فاهمين. ما هو لما يبقى شوبير عندك السنين دي كلها ومش هتقدر تعتمد عليه وبتقول اصل انا هجيب واحد عنده خبره، حضرتك مفيش اجوان في مصر عندها خبره زي ما انت بتقول. لو بتقول خبره افريقيه ومش عارف ايه وبتاع، هو الوحيد اللي لعب شويه ابو جبل، وابو جبل مستواه على الله. المره الوحيده اللي فرق فيها قوي كانت بطوله افريقيا، السنه اللي هي من سنتين. دي المره الوحيده اللي فرق فيها، هي دي اللي كان مستواه جبار فيها. غير كده ابو جبل يعني ياما بيشيل. ما احنا يوم ماتش 5-3 ده كان شايل 3 جوان لوحده، وياما بطولات وضاعت من الزمالك، وياما دخلت فيه جوان. ومع البنك الاهلي حتى مستواه مش جبار قوي للدرجات دي يعني، مش جون وحش بس مش فارق عن غيره كتير. فلما يجي واحد مثلا يقول لك ايه، طب يا عم مع عم ميشيل يانكون هيظبطه زي ما ظبط الشناوي وشوبير، ماشي يا اسطى هيظبطهم، بس هو خد قد ايه وقت مع الشناوي وشوبير؟ انت جايب جون هتقعده 6 شهور، ولا هتجيب ابو جبل تقول له 6 شهور؟ ما مش هيرضى، يقول لك انا عايز اقعد. وهتقعده مش هينفع يقعد احتياطي شوبير، هيقول لك العب. يبقى معنى كده انت خسرت شوبير وفي نفس الوقت ما جبتش جون، ما جبتش الحضر انت مثلا يعني. دي نقطة. النقطة التانية يا جماعة فكرة التعاقد مع محمد بسام. محمد بسام جون كويس وحلو وتمام، لكن لو اتفرجنا على محمد بسام يا جماعة، محمد بسام خروجه في العرضيات بطيء جدا. محمد بسام للاسف طوله ما بيسعفوش انه يبقى عنده رد فعل سريع، هو بيعتمد على فكره الطول. لكن اي حاجه فيها رد فعل هو رد فعله بطيء. هو جون كويس مش وحش، لكن برضه ستيل في رايي ما يقل، مش فارق قوي عن اللي موجودين. ومع ذلك انا ما عنديش اي اعتراض ان انت تتعاقد مع جون مع حارس مرمى، وماله يا حبيبي تعاقد، بس يبقى اللي جاي اعاره او جاي حتى شراء يبقى عارف ان هو بديل لشوبير. ده المنطقي. لان ما ينفعش جون يكون عندي بقاله 3 4 سنين بيتدرب مع الفريق الاول وجربناه كذا ماتش وكان كويس وما ينفع، وفي في نفس الوقت لما الاساسي بتاعك يبوظ او يتصاب تقول له لا خلاص انا هجيب واحد تاني يبقى يركب مكانه وانت تفضل زي ما انت. لا يا جماعه ده كده مش عقل. احنا محتاجين جون عشان عندنا بطولات كتير وماتشات كتير. ممكن لا قدر الله شوبير يتصاب او يتوقف، فمش هتعرف تعتمد على حمزه علاء بجد، لان ده فعلا اللي اتقال عليه خبراته لسه قليله. برغم ان ممكن تعتمد عليه هو كجون في حد ذاته ولا مش وحش، ولكن ماشي هتجيب انت مثلا محمد بسام او هتجيب اي حد. بيقولوا النهارده ان تقريبا سيراميكا مش موافق وعايز، والاهلي هيجيب جون تاني من مش فاكر جون اسمه ايه كده، بتاع حاجه من الانديه التعبانه يعني، بس هو جون كويس برده ماشي. بس هو انت يعني مش جايب حد واو قوي يعني يا جماعه. ماشي ايا يكن اللي هيجي هتجيبه، بس هتجيبه احتياطي لشوبير عشان يبقى عندنا 3 اجوان موجودين في المعجنه بتاع البطولات والماتشات بتاعتنا. لكن ما اروحش اجيب جون او حارس مرمى اروح اقول له والله انت هتيجي هتركب على طول مكان الشناوي. هيجي واحد يقول لي يا عم يعني هو الشناوي اللي كان عادل قوي الموسم ده؟ ما في كور كتير ما دخلت فيه وياما خسرنا ماتشات بسببه وبسبب كتفه اللي ما بيتحركش، ويمكن كتفه ده اتخلع عشان كان عنده اصابه اصلا قبل كده فبالتالي ما كانش بيمد ايده. كل ده ماشي صح زي الفل تمام. الشناوي له غلطات وكل الاجوال ليها غلطات برضه، ما احنا ما اعترضناش. ولكن لما تجيب جون هات جون مكان الحارس بتاعك اللي هو شوبير، يبقى اللي انت الحارس اللي هتجيبه ده هيبقى الحارس التاني. لكن لو جبته وركبته وخليته هو حارس اول على طول يبقى احنا بنضحك على نفسنا. خصوصا ان الحضري مش موجود، مفيش حضري في مصر، فهجيبه واقول له والله يا خلاص انا هحطه وهشغله هيدور ويركب والدنيا هتمشي. فده انا في رايي ان انت عايز تجيب هات حد بس يكون حد عارف انه سواء هيجي اعاره او شراء هيجي بديل لشوبير، وتكمل وتستمر بشوبير. لو ما استفدتش من شوبير دلوقتي فانت خسرت كل، هتبقى خسرت شوبير وخسرت الجون اللي انت هتجيبه. خصوصا ان مهما كان مستوى ميشيل يانكون ومهما كانت قدرته على انه بيقدر يحسن الحراس، الكلام ده بياخد وقت ومحتاج تدريب فترات طويله.
ده كل كلامي بخصوص موضوع حارس المرمى. شكرا، سلام عليكم.